تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن تعرف الحالة الجوية تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح بمناطق كل من السايس وهضاب الفوسفاط وولماس والسهول الشمالية والوسطى، وكذا شمال الأقاليم الجنوبية. كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية بمختلف جهات المملكة، فيما سيبقى الطقس حارا نسبيا بمناطق سوس وسهول تادلة والرحامنة والجنوب الشرقي وجنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نسبيا بالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، وأيضا بجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تطاير الغبار بالواجهة الغربية للأقاليم الصحراوية للمملكة وبشرق البلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 درجة و3 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالريف، وما بين 16 و20 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 11 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا فستعرف ارتفاعا، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كابس بارتيل والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.